لازم تبقى رايح طبعا واخد في ايدك حاجه، تاخد في ايدك شوكولاته، تاخد حاجه اولا للبنت، ممكن تجيب لها ورده او حاجه، وحاجه للبتاع. انت ممكن تاخد معاك ورد وشوكولاته، علبه جاتوه، مش جايب لها هديه بسيطه او كده. اول طبعا ما تروح لهم اول يوم ده رايح لابس فورمال، لا تروح لابس لي اوفر سايز ولا تروح عامل لي شعرك كده لا، انت راجل داخل دلوقتي، فلازم تبقى لابس لبس فورمال، قميص اقل حاجه. يعني لو مش بقول لك البس بدله يا عم، هتلبس قميص، قميص ساده مش مشجر ولا كلام من ده، ساعه شيك، حزام شكله حلو، برفيوم، مظبط نفسك، يبقوا شايفين الراجل ده شكله عامل، لان ده الانطباع الاول. والله يا عمي انا ظروفي الفلانيه كذا، ده انا هبقى جاهز ان شاء الله خلال سنه او اتنين، فانا هنخلي الخطوبه مثلا خلال سنه ونص، هنقرا فاتحه في الاول، هنجيب الشبكه بالشكل الفلاني، اللي هي شويه اتفاقات بسيطه لحد ما تروح تتكلم معاه اللي يوقع البيت من قبل ما يبتدي. يعني الكلام ده ممكن اصلا يقول لك لا شكرا، انت كنت قايل كلام وباباك راح قال لا عكس الكلام، يبقى الراجل ده ما عندوش كلمه. ما توافقش على حاجات انت مش هتعرف تعملها، وما تديش وعود انت مش هتعملها. الكلام اللي هتقوله خلاص، الكلمه اللي طلعت من بقك دي ما تتسحبش. انت قلت انت راجل، وعدت انا جاي خلال سنه خلال سنتين زي ما انت عارف ظروفك، لكن ما تضحكش عليهم. ماشي احنا ما بنلعبش. انت دلوقتي انا ظروفي والله خلال سنه، يبقى خلال سنه هكون جاهز ان شاء الله. انا ظروفي ان انا هعمل كذا كذا، ما تقعدش تدي وعود على الفاضي، ما تعمل اي كلمه هتقولها هتتحسب عليك. تعزمهم مره على حاجه، تعزمها مره على حاجه. احنا هجي لك فتره الخطوبه كلها هنعمل فيها ايه. كده خلصنا خطوه ان انت ازاي تتعرف على بنت. طيب تعالى بقى ناخد الخطوه اللي بعدها. انت اتعرفت على البنت دي، انا كل ده بتكلم عن شاب جاهز للجواز، او شاب اللي هو بيجهز نفسه للجواز، اللي هو يعني قصدي دلوقتي في مرحله ان هو ينفع يخش يخطب، وبعد كده قدامه سنه او اتنين او تلاته بالكتير قوي، تلاته بالكتير قوي. يعني انا بالنسبه لي سنه ماشي، بس انا عارف ظروف مصر وعارف الدنيا شكلها عامل ازاي، واحنا شباب زي بعض فبناخد وقت في الكده. فخلينا نقول على الاقل اقصى حاجه سنتين ونص علشان تتجوز، ماشي، او 3 سنين بالكتير قوي. خلينا دلوقتي نقول ان انت باي طريقه كانت اتعرفت على البنت دي، وخدت مثلا الاكونت بتاعها، او خدت مثلا رقمها او كده، او هي معاك في الشغل وبقيتوا تتكلموا وايه، والموضوع بقى سمح ان هي الحمد لله البنت دي هتقدر تتواصل معاها. ماشي دلوقتي عايزك انت دلوقتي، انت سواء تواصل معاه، انت خدت الاكونت او كده، عايزك تظبط الاكونت بتاعك. يعني انت مثلا خدت الانستا بتاعتها وبقت معاك على الانستا، تكلموا منها، اي هتعرف مثلا تروح تخش البيت من بابه امتى، فاهم؟ لسه الامور دي انا هاجي لها دلوقتي، بس انا عايزك الاول تبقى انت مظبط البروفايل بتاعك. يعني صور ليك، يبقى عندك صور بتحكي عنك، بتتكلم عنك، صور مثلا وانت في الجيم، احنا خلاص بقى انت اتفقت ان انت راجل كنت بتنزل الجيم، صور ليك وانت في الشغل، صور وانت مسافر هنا وانت هناك، يبقى فاهم علشان الموضوع يكمل. لان هي ممكن بس عجبتها الطريقه اللي انت دخلت بيها، ممكن هي بس كانت معجبه، يعني لو هي ما كانتش معاك في الشغل ممكن هي بس عجبها شكلك او كده، بس هي ممكن تيجي تقفل منك بعد كده، فاللي هي تقول لك لا والله ده ما فيش نصيب، او خلينا اخوات او كلام من ده. فانا عايزك تبقى انت مظبط بقى كل حاجه قبل ما كده، عشان لما تخش تاخد يعني يبقى نسبه اللا قليله جدا. موجوده طبعا في كل الحالات، انت ممكن تبقى عامل كل ده وتقول لك لا، حتى لو شكلك حلو او شكلك وحش مش فارقه، لكن انا عايز نقلل جدا نسبه ان انت يتقال لك لا، عشان انا عارف الرفض من اكتر الحاجات اللي بتوجع الانسان، سواء اترفض في شغل ولا اترفض في علاقه او اترفض في اي حاجه. الموضوع ده عارف ان هو بيوجع، ماشي. فانا عايز اقلل نسبه الرفض علشان ما تتوجعش. فانت تبقى مظبط الاكونت بتاعك، كاتب بايو كويس، عندك صور حلوه، صحابك كويسين، ما تبقاش داخل ضايف 500 بنت، علشان هي ممكن برضه هتيجي تخش تلاقي يا عم ده ايه ده عنده جوه كوكب زمرده، ابص له ليه؟ او اللي هو كده ممكن ابقى انا واحده من كده وهي بنت محترمه بقى، فما تبقاش مش عايزه مثلا يبقى واحد في حياته كلها بنات، فانت تبقى انت راجل محترم، الاكونت بتاعك معلهوش الا قرايبك بقى واصحابك، الاكونت عليه صورك وكده، حاجات بتحكي عنك، هي على الاقل هي تدخل. اصل بص، هي مجرد ما خدت الاكونت بتاعك هتخش يا باشا تعمل ريسيرشاتها بقى وتشوف دنيتها، تخش يا باشا تبحث بقى وتشوف وتعمل بقى المخابرات، جو المخابرات كله،
فانت هتبقى مظبط الدنيا، انت عارف ايه، خلاص انت اديتها الاكونت، انت راجل مطمن، ده هتخش تشوف ايه، هتشوف صور وانا في الجيم، هتشوف صور مثلا وانا مسافر وانا بشتغل وكده، هتلاقي عندك حياه. فده هيديك نسبه اكبر ان يبقى فيه قبول، وان انت ان شاء الله بعد كده تخش فالاسهل دايما ان انت تاخد الاكونت، وده احسن من ان انت تاخد رقمها. انت ممكن تاخد رقمها من الاكونت بقى، يعني انت اول مره انت خدت الاكونت بتاعها، ممكن بعد كده تطلب الرقم او كده، او ممكن تدخل على طول بقى تقوم قايل لها طيب انا عايز اظبط ميعاد مثلا مع والدك او كده، ونيجي الموضوع ده ماشي. بس خلينا ماشيين خطوات خطوات. انت برضه هي هتبقى مثلا الاكونت بتاعها هتشوف ده، هي مثلا منزله صور لعيلتها، منزله مثلا صور، منزله قران، منزله بتاع، فانت هتعرف بقى شخصيتها، منزله ممكن مش عارف بقى صور لايه او فاهم، هتتعرف عليه. فهي زي ما هي شافت، انت هتبقى اتعرفتوا على بعض، هتشوف الحاجات مثلا المتشابهه، ده هي مثلا بتعمل ريبوست كتير على بحر او كده، فخلاص هتلاقي ايه الحاجات انت شبه بعض ولا لا. فلقيت ان الدنيا هوت كده، وهي البنت دي اللي انت عايزها، فانت ممكن تقول لها انا طيب انا عايز اكلم، بلاش بقى حته، يعني انا بص هنا بقى ركز معايا، بلاش حته ان هو هنقول لمنطق، لان انت في 90% بيعمل كده، هنقول لمنطق دلوقتي و... وعلى ما اجهز وسنه وكده هبقى اقول لباباكي. لا، انت دلوقتي انت عايز تخش على طول، انت ناوي تتجوز على طول صح؟ طيب يبقى طيب اديني، انا عايز اتكلم مع اخوكي مثلا، لو انت محرج تكلم بابا على طول، راجل يعني، عايزك تخش تكلم راجل، علشان لان اسهل ما يكون ان حد فينا يخش يكلم مامة بنت او كده وتبقى هي عارفه لا الموضوع ده سهل، انا عارف ان لا، لكن عشان انت فعلا لو انت راجل جد، قول لها بقى انا تكلم اخوها، تكلم باباها، تعرفهم خلاص يعني، او هي مثلا تديهم الاول، يعني انت اقول لها ان انا ناوي اعمل كده، فاللي هي تتكلم معاهم، تروح بس تمهد لهم الدنيا ماشي، تمهد لهم بقى ان هو ده في حد او في عريس او في حد عايز يتكلم او كده. طيب انت عرفتيه ازاي؟ ده هو حصل واحد واثنين وثلاثه وبس، ما حصلش بينا اي خروج ولا حصل كلام ولا كده، هو بس كان عايز يتعرف وعايز يجي يخش البيت من الباب ماشي. فهي مهدت لك الدنيا، حاسب يا جرع، فهي مهدت لك الدنيا، يبقى اسهل لك بكتير ان انت، فانت بعدها خدت رقم باباها ولا اخوها، تكلمهم والله ده انا ظروفي كذا، انا كنت عايز اجي اخطب مثلا، ممكن عادي لو انت عايز تقرا فاتحه وبعدين تخطب مثلا بعد، زي ما تتفق يعني، انت خلاص طالما باباها تدخل في الموضوع او اخوها او عمها او يعني فاهم، الراجل المسؤول عنها تدخل في الموضوع، يبقى خلاص، يبقى انت زي ما هم يقولوا بنتهم هم حرين فيها ماشي. قالوا لك يا باشا تعالى، لا ده انت لازم نعمل خطوبه على طول، يبقى انت تظبط نفسك على خطوب خلاص، يبقى انا قدامي مثلا كده هظبط نفسي واجي على الخطوب، قرايه الفاتحه فاهم، تتفق معاهم بقى راجل، يعني دي طبعا انا مش محتاج اكلمك فيها، انت بتكلم راجل زيك، وانت خلاص بقى عندك ليك شغلك وليك بتاع، فانت اكيد بتعرف تتكلم دلوقتي. فوالله يا عمي انا ظروفي الفلانيه كذا، ده انا هبقى جاهز ان شاء الله خلال سنه او اتنين، فانا هنخلي الخطوبه مثلا خلال سنه ونص، هنقرا فاتحه في الاول، هنجيب الشبكه بالشكل الفلاني، اللي هي شويه اتفاقات بسيطه لحد ما تروح تتكلم معاه. هتروح الاول مش مع اهلك، اول مره هتروح تقابلهم، انا عايزك تروح تقابلهم لوحدك عشان ما تحرجش اهلك معاك ماشي، وعشان ما تحرجهمش وهو الراجل ده يقعد متكلم معاك او كده. هو لو على فكره يعني، انا لو اب والله العظيم انا اول ما هطلب لا معلش يا ابني، اللي هو ايه، خلي اهلك تاني مقابله، لكن انا عايز اقعد اتكلم معاك، عايز اتعرف عليك، اشوف الراجل ده اللي جاي يخطب بنتي ولا اللي جاي هياخد اغلى حاجه عندي شكله عامل ازاي فاهم. فانا بقول لك الطريقه اللي انت اصلا تخليه يطمن بيها. انا هاجي دلوقتي وانت معرف اهلك، معرف باباك طبعا، ومعرف مامتك، معرف اهلك، وكله تمام، بس هتروح بس تتكلم معاهم باول اتفاقات او اللي هو الحاجات البسيطه ان هم هيتعرفوا عليك، لكن خلي الاتفاقات ماشي ساعات الاتفاق وكده، هات باباك بقى ده احنا هنجيب الشقه شكلها كذا، هنجيب عفش شكله كذا او كده، لكن اول مره انت رايح انت تتعرف على الاب ده والاب ده يتعرف عليك. فوالله احنا ظبطنا اهو الميعاد الفلاني، بس عايز بقى يشوف شخصيتك، يحطك في اختبارات، يعمل فيك اللي هو عايزه، انت راح تاخد بنته فاهم. فيعني في حاله زي كده انا هحطه في اختبارات، هساله اسئله، هشوفها وكده، بنتي اغلى حاجه عندي. فهو بص زي ما عامل فيك ما تقمصش، انت راجل قال لك مش عارف ايه، طب اعمل بص زي ما يحطك في اختبارات يحطك، انت رايح تاخد اغلى حاجه عنده، فايه فما تزعل، اللي هو بقى ما تروحش مثلا تقوم قايل لها ده باباك عمل ومش عارف ايه، لا استرجل يعني، استرجل بعد اذنك. كل ده ما بتكلمش مثلا ان هم بيهنوك او بيعملوا، لا الراجل بيشوف طب والله يا ابني انت
تعالى معايا مثلا المشوار الفلاني او كده، فتقول لهاش ده باباكي بهدلني ورحنا مشوار وحر وكلام. ايه يا عم حصل ايه؟ ما انت راجل. وهو عايز يشوف بقى انت لما يحصل كده هتقعد تعيط، هيقوم قايل لك لا معلش، انا في حالتي هعمل كده. مش اي حد والسلام هيخش ياخد بنتي، انا ما اعرفوش، فاهمني؟ فانا هحطه في اختبارات وهشوف الراجل اللي جاي ده شكله عامل ازاي. فانت رحت وشفته كده، ما تروحش تشتكي لها ولا تقول لها ده بابايا ده باباكي عاملني بالطريقه الفلانيه ولا كده، طول ما هو حاطك في اختبارات وكده حق. ماشي. فعشان كده انا بقول لك ايه، اول مره يبقى انت لوحدك، تديهم فرصتهم يتعرفوا عليك، وممكن مره واثنين وثلاثه، يعني مش لازم اللي هو اول يوم وتاني مره على طول كده، فاهم؟ ان انتوا بتشوفوا بعض، انت بتشوف البيت ده او كده. فبعدين الحمد لله وطلعت انت راجل، لما لقوك بقى راجل، لقوا شخصيتك كويسه ولقوا ان كده، فتقوم قايل لهم ده، أنا اتفق معاهم بقى، طيب انا هاجي ان شاء الله مع بابايا ومامتي اليوم الفلاني، او هاجي مع عيلتي يعني ايا كان اليوم الفلاني، نقعد قعده اتفاقات ونقرا فاتحه. ماشي. هتروح ان شاء الله بص طبعا اول الحاجات انا عايز اقول لك عليها، اول طبعا ما تروح لهم اول يوم ده رايح لابس فورمال، لا تروح لابس لي اوفر سايز ولا تروح عامل لي شعرك كده لا، انت راجل داخل دلوقتي، فلازم تبقى لابس لبس فورمال، قميص اقل حاجه يعني، لو مش بقول لك البس بدله يا عم، هتلبس قميص، قميص ساده مش مشجر ولا كلام من ده، ساعه شيك، حزام شكله حلو، برفيوم، مظبط نفسك، يبقوا شايفين الراجل ده شكله عامل، لان ده الانطباع الاول. انت داخل اول مره، داخل مهرجل وداخل عامل كده، يلا يلا من هنا ما عندناش بنات للجواز، ولا داخل راجل واثق في نفسك، لابس محترم، شكلك شيك، داخل كده، مش معنى كده ان هم بيبصوا للشكل بس، لا، بس دي اول حاجه هيعملوها، اول انطباع ياخدوه عنك شكلك. فانت برضو، وده هيديك ثقه في نفسك ان انت راح تتكلم، انت لابس اشيك حاجه عندك، ولابس في اول يوم انت راح تقعد مع باباها، سواء هو قالك تعالى لي مثلا الشغل، تعالى معايا المكتب، تعالى لي النادي، هو طلب يقعد معاك لوحده، تمام، طلب ان انت تروح لهم البيت، برضه في كل الحالات هتبقى رايح لابس فورمال، شكلك شيك، داخل البيت، داخل ايا كان، انت مش زي ما يقول لك اعمل يا عم انا راجل ومعاك، ان شاء الله يا رب يبعتك السلوم، روح له هناك، انت راح تاخد بنته، ودي فاهم؟ فدي اغلى حاجه في الدنيا اللي هي البنت دي. فانت رحت المكتب بتاعه او رحت كده، لازم تبقى رايح طبعا واخد في ايدك حاجه، تاخد في ايدك شوكولاته، تاخد حاجه اولا للبنت، ممكن تجيب لها ورده او حاجه، وحاجه للبتاع، انت ممكن تاخد معاك ورد وشوكولاته، علبه جاتوه، مش جايب لها هديه بسيطه او كده، مش ما بقولكش اوفر يعني، بس لازم تبقى داخل، لان كل دي انطباعات وحاجات تتاخد عنك. فانا عايزك تخش الدخله كده، يبقى ايه، خلاص ده هم عارفين ده الراجل ده راجل هو بجد جاي ياخد البتاع، شكله عامل ازاي، راجل كريم، راجل بتاع. وحته الكرم ده انا مش محتاج اكلمك عنها. هقول لك على حاجه، اسهل حاجه عند الراجل، يعني اللي هو الراجل فعلا، انه يصرف. هو اصلا الراجل بيبقى بيستمتع ان هو يصرف على الناس اللي بيحبهم. فانت لو عندك بقى حته بخيل او كده، لا، اشتغل عليها، ما ينفعش يبقى راجل بخيل، مش من صفات الرجوله على فكره، والله العظيم البخل ده مش من صفات الرجوله ابدا. لا، الراجل البخيل ده يبقى هو عنده مشكله فيه، فانت لازم تبقى راجل كريم، راجل ذوق وكده، لازم كل مره وانت رايح لهم البيت تاخد معاك حاجه، تجيب لها هديه بسيطه، مش لازم يعني خلاص تأفور وكده، حاجات بسيطه، تعزمهم مره على حاجه، تعزمها مره على حاجه. احنا هاجي لك فتره الخطوبه كلها هنعمل فيها ايه، احكي معاك دلوقتي. ده غير مشاكل فتره الخطوبه، انا هقول لك بس يعني اللي هي الحاجات اللي هي كده، وفي سلسله تانية هتبقى عن فتره الخطوبه. بس خلينا ماشيين مع بعض اهوت. انا شوف انا جاي معاك من امتى، انا جايبك وانت لسه هناك ما بتعرفش تتكلم. فبعد اذنك انا عايزك تمشي بالخطوات دي، وارجوك يعني حاول مش هتيجي معاك من اول مره، بس في حاجات انت ممكن هتبقى قوي فيها وحاجات ضعيف فيها، فامشي معايا برضو خد الحاجات اللي هي السليمه والمظبوطه واعملها، وان شاء الله الدنيا هتمشي حلو. فماشي. فانت رحت اول مره ورحت اتكلمت معاه، عرفه على نفسك. هو لو حتى لو هو الاب ده، على فكره هو ممكن الاب ده يبقى خجول، انت على فكره راجل قوي، الاب ده ممكن يبقى خجول او كده، فانت ممكن انت اللي تعرفه على نفسك او بتاع. انا عايزك انت اللي تبقى ايه، واثق وداخل، فاهم؟ انت اللي تفتح مواضيع، انت اللي تعمل كده. والله العظيم اقسم بالله، انا اصل ده انا اغلب حياتي كده، ده بنتعامل، معظم الناس بيتكسف، معظم الناس بيعمل، فالحالات اللي هي اللي زي كده، انا عايزك انت اللي تبقى الموضوع في ايدك، فاهم؟ خلي الكوره في ملعبك، انت اللي دايما تعمل وكده، عشان تخلي الناس دي مطمنه
معاك، عارفين انك راجل، الراجل ده وهيجوا يعتمدوا عليك بعد كده، يقول لك لا طب تعالى يا ابني معانا المشوار الفلاني اعمل. على فكره الحاجات دي جميله جدا، وهتبني بينكم ما بين العيلتين ثقه، وهتخلي الدنيا حلوه. فانا عايزك انت راجل، وطبعا مش هقول لك يعني انت راجل دي يعني فاهم، انا هو عمال بديك ستيبس وشويه خطوات وحاجات تعملها، لكن تبقى راجل، دي حاجه طبعا جواك يعني، احنا مخلوقين بيها فطرتنا يعني، فاهم؟ في شويه حاجات ممكن تشتغل عليها. فرحت وقعدت واتكلمت معاه، والله يا عمي ده انا ظروفي واحد واثنين وثلاثه. حتى لو هي البنت حكت له كل حاجه، لا احكي تاني برضه ماشي، انا عايزك انت اللي تكلمه، هو عايز يسمع منك. هي البنت قالت له بص كل حاجه عنك اصلا قبل ما انت تروح، بس انا برضه هتروح تحكي له من الاول. انا والله ظروفي واحد اتنين تلاته، ناوي اخطب، انا داخل جد، ما عنديش، بحبش اللعب، ماليش في الهزار والكلام ده. وان شاء الله خلال سنه ناوي اجهز نفسي، خلال 6 شهور، خلال ايا كان. وتبتدي بقى تتكلم معاه، ده انا بعمل كذا وشغال في المكان الفلاني، فاهم؟ فتعرفت عليه، الراجل ارتاح، اطمن لك. ممكن يطلب منك نعمل الموضوع ده مره او اتنين او تلاته قبل ما تيجي تقرا فاتحه، حقه، كل ده حقه عادي، وتعرف عادي. فخليك ماشي معاه للاخر. انت البنت دي انت معجب بيها او كده، وانت عايزها او انت عايز فلازم يعني تستحمل. ما احنا رجاله موجودين، احنا المفروض احنا اللي بناخد الخطوات، واحنا اللي بنعمل الكلام ده. فانت معلش تستحمل ايا كان اختبارات حطك فيها لمده، هو زي ما الراجل هيحدد امشي معاه. وفي حاجات برضو انت ليك حقك، انت حقك تقبل او حقك ما تقبلش. يعني لو الكلام ده مناسب معاك، لا والله خلاص يبقى احنا اتفقنا عليه. الكلام مش مناسب، انا معلش والله الكلام ده مش هيمشي معايا، ده انا بس فاهم. مش لا، مش تقول له لا لا والله السلام عليكم وتمشي، لا، ما انت برضه مش ما تطمسش يعني. لا انا قصدي يعني لا والله يا عمي طيب، ده الموضوع ده تمام، انا كنت بفكر فعلا فيه وناوي اعمله. اول الموضوع ده والله لا مش هيبقى صعب عليا ان اعمل كده. ما توافقش على حاجات انت مش هتعرف تعملها، وما تديش وعود انت مش هتعملها. كل يعني ما الكلام اللي هتقوله خلاص، الكلمه اللي طلعت من بقك دي ما تتسحبش. انت قلت انت راجل، وعدت انا جاي خلال سنه، خلال سنتين، زي ما انت عارف ظروفك، لكن ما تضحكش عليهم. ماشي، احنا ما بنلعبش. انت دلوقتي انا ظروفي والله خلال سنه، يبقى خلال سنه هكون جاهز ان شاء الله. انا ظروفي ان انا هعمل كذا كذا. ما تقعدش تدي وعود على الفاضي، ما تعمل اي كلمه هتقولها هتتحسب عليك، وما ينفعش تنساها. فيعني خد بقى، انا اقسم بالله انا اكتر بني ادم في العالم بينسى وعندي زهايمر. لكن انا لو قلت البني ادم واحد صاحبي خطيبتي بنت انا ناوي اخش البيت لسه او كده، خلاص يبقى انا كلمتي دي سيف ما انساهاش. يعني شوف، حتى لو نسيت بص، لو نسيت اسمي ما انساش الوعد اللي انا بعته لك من مش عارف كام شهر، فاهمني؟ حتى والله العظيم لو انا جيت بعد كده وسبت البنت دي وكده، وكان في بينا وعود لا انا اسف، الوعود دي هنا مش ما ينفعش تخلي بيها. فانا عايزك كده، هو الراجل كده المفروض ان انت الكلمه اللي تقولها تبقى قدها، وما تروحش تقعد بقى عشان انت بقى عايز ان هم يوافقوا عليك وخلاص، فتقعد توافق على اي حاجه يقولوها. لا، وافق على الحاجات اللي هي هتناسبك وهتبقى ماشيه معاك. وبرضه تبقى انت قبل ما تروح، تبقى انت قعدت اتكلمت مع باباك، قعدت اتكلمت مع مامتك، عرفته احنا هنعمل كذا يا بابا وكده، او وهو برضو يقول لك على شويه حاجات تاخد من خبراته. برضو الراجل ده دخل بيت واتجوز فاهم، فهو اكيد شاف كتير، فتبقى اتكلمت معاه. يعني ما تروحش يبقى كل حاجه انت متفق مع باباك، عشان ما يجيش بعد كده يحصل اختلاف في الكلام. يعني ما يبقاش انت مثلا قلت ده انا هعمل خلال سنه، ويجي باباك يقول لك لا والله ده احنا ابننا لسه قدامه سنتين. وطبعا انت كراجل اصلا المفروض الكلمه الاولى والاخيره بتاعتك، لان دي حياتك انت. باباك على دماغي وبحترم وكده، بس انت هتروح تقول له يا بابا انا ناوي اعمل واحد واثنين وثلاثه، حتى لو هو هيساعدك. يبقى احنا خلاص، وانا رايح اخش البيت ده ما ينفعش نغير كلامنا، ما ينفعش. وهو ان شاء الله باباك يعني هيبقى راجل متفاهم، وهيبقى حاجه يعني ايه. فكل حاجه، بس انا عايزك بس تبقى مظبط معاه عشان ما يحصلش اختلاف، لان الكلام ده اقسم بالله ممكن يوقع البيت من قبل ما يبتدي. يعني الكلام ده ممكن اصلا يقول لك لا شكرا، ده انت كنت قايل كلام وباباك راح قال لا عكس الكلام، يبقى الراجل ده ما عندوش كلمه، فاهم؟ وهو باباك هيبقى عايز يكبرك طبعا في الغالب. بس انا عايزك برضو تبقى مظبط، لان مش عارف دايما العلاقه بتبقى عامله ازاي. فالكلمه انت قلتها يبقى انت معرفها لباباك قبل ما تروح تقولها. بابا ده انا ناوي اروح خلال كذا، ده انا هكلمهم مثلا لو احنا كنا هنتكلم في الماديات، ده انا هجيب شبكه بكذا، ده انا هعمل كذا. كل الاتفاقات دي تبقى انت معرف، عشان ما يحصلش بعد كده اختلاف في الكلام. فحصل الحمد لله، والاب ده اتعرف عليك وانت اتعرفت عليهم، ومامتها برضو قعدت معاك وكده، وفاهم، ودخلت البيت بقى وشفتهم، وبقيت بتروح، رحت مره واثنين وكده.
فاتفقتوا ان شاء الله على ميعاد قرايه الفاتحه. قرايه الفاتحه دي طبعا اللي بيحصل فيها ايه؟ ان احنا هنروح ونتفق على الحاجات بقى اللي هي الماديات والخلال كذا واللي مش حرام الكلام ده ولا عيب ان هم هيتكلموا عن كل واحد بظروفه. انا مش بقول طبعا لا يصعب ولا يسهل، انا دلوقتي بتكلم ان هم ايه، انتوا هتتكلموا في ظروفكم، هتروحوا تتفقوا مع بعض. والله ده احنا الشبكه هنجيب شبكه في كذا، لو انتوا كنتوا هتعملوها مثلا قرايه فاتحه وتلبيس دبل تمام. بص كل الحاجات دي عرف بقى، يعني كل اللي جاي ده عرف. فبالاتفاقات. بس انا بقول لك يعني لو انت ما عندكش خبره في الموضوع ده، ما حدش في عيلتكم مثلا حد خطب قبل كده او اتجوزوا، او انت مالكش اصحاب شفتهم مثلا بيتجوزوا، فعايز برضه ابقى مديك الفكره كامله. فانت هتروح قرايه الفاتحه دي، رايحين نتفق والله ده انا هجيب العفش الفلاني وانتوا هتجيبوا مثلا الجزء الفلاني، على حسب مثلا البلد بتاعتكم بتجيب النص بالنص، الراجل مثلا بيجيب مثلا كله، هي بتجيب الاجهزه، يعني فاهم ده كله عرف، ولا في حرام ولا حلال ولا قايمه ولا قاعده ولا الكلام العبيط ده. انت لو طبعا لو انت يعني بص لو اتكلمنا عن كرفعت، لو انت عندك المقدره انك تفرش بيتك كله يا ريت تعمل كده. ماشي؟ ليه؟ علشان بقى ما نقعدش نتكلم ده انت هتكتب قايمه وهتكتب لها ذهب في القايمه وهتعمل مش عارف ايه، مع المهم يعني ويحصل الاختلافات بتاعت القايمه وبقت حواراتها كتير دي. فاحسن حاجه ان انت ايه، انا هفرش بيتي بالسعه اللي تقدرني. انا هقدر مثلا، انت راجل الحمد لله ربنا فتحها عليك يا عم، تفرش بيتك ب 10 مليون زي ما انت كده. انا راجل على قد حالي هفرش بيتي مثلا ب 200,000 300,000، كل واحد فاهم وظروفه. طبعا انا بقول اي ارقام يعني، ما تحسبش ورايا ما فيش بيت بيتفرش ب 200 ولا او ممكن لا باظ عشان ما اتريقش على حد يعني. بص حسب ظروفك قول انت هتفرش بيتك بكذا. ده انا بقول ده في حاله انت هتقدر تفرش. مش هتقدر زي المعظم ومعظم الشباب وزينا كلنا، خلاص ده والله احنا هنا عندنا هنجيب بنت مثلا، اغلب اللي بشوفه بتجيب الاجهزه الكهربائيه وبتجيب مثلا الستاير والمراتب مثلا، والراجل مثلا هيجيب العفش اللي هي اوضه النوم والسفره والصالون واوضه الاطفال، والمفروض يجيب مثلا السجاد والنجف. فاهم؟ اتفاقات بقى، اتفاقات زي ما تكون. بس انا بقول لك ده الايه، ده الاغلب عندنا، يمكن مش عارف ده الاغلب عندنا في المنصوره ولا ايه، ولا هل فعلا القاهره والدلتا بقى وكله زينا ما اعرفش. فانت هتروح يعني قرايه الفاتحه خلاص واتفقنا والحمد لله، وان شاء الله ما يخش الشياطين. وبرضه خد بالك من الشياطين اللي بتحاول توقع في الحاجات اللي زي كده، شياطين الجن انا هنا بتكلم عنها. على فكره انا لسه في امور كتير جدا في الخطوبه بكلمك عنها واقول لسه فيها.